يلا نعمل النهارده كده غدا بسيط من غير لحوم ولا فراخ. وجبة جميلة جدا وهي البصارة، من أكلات الزمن الجميل. دايما أمهاتنا وجداتنا كانوا بيعملوها لينا. حاجة كده اقتصادية وفي نفس الوقت غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن. يعني كده وجبة متكاملة وجميلة جدا، وهقولكوا ازاي تطلع معاكوا باللون الأخضر الجميل ده ومتغمقش منكوا. قبل ما نبدأ في وصفتنا حابة أفكركوا، لو انتوا أول مرة تشوفوني أنا اسمي جميلة خليل، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير لو عجبكم فيديو النهارده. مكونات البصارة عندنا، انا استخدمت عندي الفول المدشوش ده حوالي نص كيلو. نقعته من نص ساعة لساعة وغسلته كده كذا مرة لحد لما المية بتاعتها تبقى شفافة خالص، دي خطوة مهمة جدا. وهنستخدم عندنا ربطتين او حزمتين من البقدونس وحزمتين من الكزبرة. ما بنستخدمش شبت خالص في البصارة عشان بتغير الطعم وبتخليها كده ممررة شوية. بنستخدم كزبرة وبقدونس بس. عندي بصلاية خضراء وبصلاية متوسطة اللي هي العادية، 3 فصوص من الثوم، وقرن فلفل رومي او ممكن فلفل حار لو بتحبوا الاكل سبايسي. التوابل ملح وكمون بس، وبنستخدم كده ورقتين من النعناع المجفف او ممكن نعناع فريش لو متاح عندكم. بنجيب حلة كبيرة شوية، بنحط فيها معلقة كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة البلدي او ممكن زبدة او زيت بس زي ما انتوا حابين. بنضيف الخضار بتاعنا الاول وبنديله كده تشويحة سريعة. انزل بقى عليها بالفول بعد ما نقعناه كده ساعة تقريبا. عايز اقول لكم ان خطوة تشويح الفول والخضار الاول بتفرق جدا في طعم البصارة، غير لما بنسلقها على طول. الموضوع كله تشويحة بس، ما بياخدش اقل من دقيقتين او 3 دقايق. بعد كده بقى عشان ناخد اللون الاخضر الجميل للبصارة، بضيف نص كمية الخضرة الاول والنص التاني هسيبه شوية، هنضيفه قبل ما ندفع البصارة ب10 دقايق. تقليبة سريعة وبعد كده هنغطيها بمية عادية أو مية سخنة لو انتوا عايزين تسرعوا من عملية الغليان. بنغطيها كده حوالي عقلتين، لأن طبعا هي لما بتستوي بتبقى تقيلة شوية. هغطي عليها وبتقعد معايا تقريبا نص ساعة لساعة إلا ربع لحد لما الفول والخضار يبدأ يستوي معايا خالص ويبدأ يتهري زي ما انتوا شايفين كده. طبعا إضافة الخضار في الأول زي ما انتوا شايفين بتحسوا كده إن الخضرة اللون الاخضر كده باهت ومش حلو خالص، ومش هيدينا اللون الاخضر اللي احنا شايفينه في الاول، فعشان كده شلنا شويه من الخضره اللي قلت لكم عليها. هنزل بقى بيها على البصاره، وطبعا كل حاجه استوت بحطها كده دقيقه واحده بس على النار، وبعد كده بطفي عليها عشان تاخد اللون الاخضر اللي احنا عاوزينه. هنضيف لها بقى ورقتين كده من النعناع الناشف بفركهم بين ايدي. وبنحط بقى التوابل بتاعتنا بعد ما استوت، الملح والكمون بس، وبنسيبها تبرد شوية. وبعد كده بقى نبدأ نفرمها في الخلاط لحد لما تبقى معانا ناعمة خالص. شايفين بقى اللون الأخضر الجميل ده؟ هنركنها على جنب. طبعا انا طافيه النار عليها. تعالوا بقى نجهز لها الطشه اللي هتديها طعم حلو جدا. عايزه اقول لكم بس القوام بتاعها عامل ازاي، ممكن تخففوها شويه كمان لو حابين. هنجهز بقى الطاسه بتاعتنا، نسخنها كويس وهنحط فيها كده شويه زيت حلوين، يعني حوالي كده 5 معالق زيت، وشويه توم حوالي من 5 ل6 فصوص من التوم. عايزه التوم بتاعي ياخد كده اللون الاشقر، يبقى دهبي فاتح، منغمقهاش قوي. بعد ما بتتشوح معانا شويه، بضيف لها معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وشلت كده على جنب معلقتين كبار من الكزبره الخضراء، بتفرق جدا في طعمها وريحتها. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي. مش هنطول عليها، هي دقيقه واحده بس تتشوح كده مع المكونات دي، وتبدأ كده تدبل معانا بحاجة بسيطة من غير ما تغير لونها. وكده الطشة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. هنرفعها، هناخد بقى نص الكمية بتاعتنا هنضيفها على البصارة في قلبها كده ونقلبها عشان تدينا طعم حلو، والنص التاني هسيبه على جنب هنحطه على وش الطبق بتاعنا. نجهز بقى الأطباق بتاعتنا ونبدأ نغرف البصارة الجميلة دي. وطبعا ما ننساش بقى نحط معاها شوية البصل الأخضر والطماطم المخللة، ونجهز العيش البلدي وبالهنا والشفا، ونحط عليها الطشة اللي بالثوم، طعمها أحلى بكتير من البصل المتحمر، مديها طعم حلو جدا ومختلف. جربوها بقى، وأنا متأكدة إن الطريقة دي هتعجبكم جدا. وجبة متكاملة غنية بالبروتين والفيتامينات ومن غير أي لحوم ولا فراخ. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير، وانتظروني إن شاء الله بفيديو جديد ووصفة جديدة.